مساء الخير على حضراتكم جميعا واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. معانا النهارده يا محمود طفل مغربي معجزه، بسم الله ما شاء الله، من قوه الخشوع في صوته. وبيقرا طبعا القران يا محمود في لجنه التحكيم تيجان النور، في مسابقه تيجان النور. بسم الله ما شاء الله، الصوت بتاعه وهو بيقرا القران خلى الناس اللي قاعده بكت من صوته. ايه رايك في المغاربه يا محمود؟ انت قلت دلوقتي ده ليك صوت المعجزه او طفل المعجزه. انت نفتكر دايما في كلامنا ان احنا دايما بنفتح القوس وبنسيبه طبعا. هنقول بقى المعجزه والفلته والخوارق والنبغات، بسم الله ما شاء الله، كل ده يعني هنشد تحته 100 خط كده، بس على الهامش كده نكتب في جنب في عنوان المغرب. اكيد ان دول دايما تحس ان هم اختصاص المغرب. طبعا اختصاص المغرب. ايوه. فانا بالنسبه لي قلت لك ببقى يعني اي نعم مندهش في ذهول، بس طالما من المغرب ببقى عارف ان ده مش جديد عليهم. ايوه. وعندهم لسه كتير. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظك. طب تيجي نشوف مع بعض الفيديو؟ نشوف ادعيك. يلا بينا يا جماعه نشاهد الفيديو، بس رجاء من حضراتكم الدعم باللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا. نعود الى اجواء لقب تيجان النور، ومع المتسابق الثالث في هذه الحلقه الزبير الغوزي. ورغم صغر سنه بلغ هذه المرحله بكل اجتهاد، وتميز دائما بمشاركاته القيمه وصوته الجميل. يتلو علينا الان ايات بينات من سوره المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق الله العظيم. ما شاء الله. فتح الله عليك يا ابني. صدق الله العظيم. ايه رايك في صوته؟ وايه رايك يا محمود في الناس اللي موجوده، اللي طبعا انت شفت طبعا في اللي بيبكي وطبعا اللي مستمتع بصوت الجميل يا محمود، الناس اللي هي مستمتعه وقاعده طبعا مستغربه الصوت، اللي هو طفل لسه صغير زي ده كده يا حوده وبيقرا كده بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ده ليك ربنا يوسع عليه يا رب ويفتح عليك يا رب. اللهم امين. وكمان دايما تحس ان هم الاطفال المغاربه اللي هم القراء الصغيرين دول
تحس ان ربنا صرف لهم من عنده، مديهم حاجه كده من عنده. بسم الله ما شاء الله. بجد والله ده ليك. في نفس الوقت تحس ان هم يعني اطفال متميزه بالحاجات دي. يعني الطفل اللي عنده الموهبه او الخامه الصوت الكويسه اللي زي دي، بحس دايما ان اهل بيته واهله وكده بيهتموا بيه ان هو يحفظ القران، ان هو يستخدم حلاوه صوته ده في حلاوه في تلاوه القران والجمال. انت تعرف كمان يا محمود ان الشعب المغربي والشعب الليبي على فكره برضه، احنا عندنا لما بنيجي نحفظ القران بنروح مثلا المكتب وبنحفظ مثلا بالجزء والمصحف. هما بيحفظوا على الواح. يعني بص الايه اللي بياخدوها بيكتبوها على، ما اعرفش انت تعرف الحاجه دي ولا لا يا حوده، في الواح بتيجي كده بيكتبوا عليها الايه ويحفظوها ويرجعوا يمسحوها ويكتبوا. يعني دي طريقه الحفظ هناك في المغرب. يعني دي بتخلي القران يثبت في مخهم. يثبت طبعا. دايما الحفظ بالكتابه. أيوة. ده طبعا ده يعني حتى نفتكر لما كنا بنذاكر، كان بيحب يذاكر حاجه كان بيذاكرها بالكتابه. الكتابه دي دايما بالمعلومه تحس انها بتتحفر جوه دماغ الواحد، جوه المخ، يعني ما بتطلعش. ده حاجه. تاني حاجه بتعلمه ان اللي هو النطق بتاع القراءه صح جدا جدا. وبيبقى يعني بيبقى حد تحس ان هو طبعا في لغويا ونحويا نحس ان هو طبعا من القران فاهمه. ايوه طبعا. بيبقى كويس جدا. ده حاجه. ما شاء الله. تاني حاجه الكتابه عنده. يعني ايه تلاقي دايما الطفل اللي حافظ القران دايما مش موجود خط. الاخطاء الاملائيه عنده مش موجوده عشان القران زي ما انت فاهم فمش موجود. مش اللي بيتنطق هو اللي بيتكتب. ايوه. وفي نفس الوقت يبقى القران اصلا ما سابش حاجه في الدنيا ما اتكلمش فيها. اكيد. فبالنسبه له لما يجي يكتب مثلا في درس او حد يمليه مثلا حصه املاء او كتابه او اي حاجه يستحيل يخطئ. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحفظهم والله. الواحد كل يوم بيفتخر طبعا من النماذج الجميله اللي بنشوفها في المغرب وبنشوفها كمان برضه يا محمود في الوطن العربي. بتبقى حاجه حلوه وحاجه مشرفه. النماذج دول ده ليك يعتبروا الصور او الصور اللي لازم تتبلور او تتبروز وتتحط كده اللي تحس ان هي على يعني ايه على واجهه كل وطن. بسم الله ما شاء الله. النوابغ اللي زي دول والطفل بسم الله ما شاء الله خامة صوته جميله جدا. ربنا يحفظه يا رب. والمتسابقين قاعدين وطبعا الناس يعني الناس بتبكي اصلا. فعلا متاثرين بصوته. يعني اللي مستمتع واللي متاثر والخشوع في القراءه وكده، فكله متاثر في حاجه. يعني ما فيش يعني الجمال اللي زي ده. طب احنا هنجيب له يعني كلام احلى من ايه؟ يعني ما فيش احلى من اللي احنا شايفينه بعينينا. فعلا والله. هو طبعا فعلا طفل معجزه. ربنا يحفظه ويجعله ذكر الوالدين. طبعا. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ويا رب لو الفيديو عجبكم تدعموا القناه بلايك وباشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.